واخيرا وبعد طول انتظار فيلم كريستوفر نولان الجديد. بقول لكم ايه، متهيألي فيلم زي ده وحدث زي ده ما ينفعش اتفرج عليه لوحدي. تعالوا معايا. واخيرا رحلة زي رحلة القائد اوديسيوس بعد انتصاره في معركة تروي. اوديسيوس اللي كان شايف انك مش شرط انك تكون الاقوى او الاسرع على ارض المعركة، لكن الاهم انك تكون الاذكى. وده اللي خلاه يطلع بالفكرة الاشهر على مر التاريخ الحربي على الاقل، وهي فكرة حصان طروادة. وبعد تحقيق الانتصار الفيلم بياخدنا في رحلته هو وجنوده علشان يرجعوا لمدينتهم ولأهليهم ولعائلتهم. الرحلة والمهمة اللي اكتشفوا مع الوقت ان هي اصعب بكتير من مهمة اقتحام طروادة نفسها. We won the war. كريستوفر نولان بيرجع مرة تانية بفيلم جديد، فيلم مبهر. نولان اللي بيكرهوه بتوع الكوميكس علشان باتمان، وبيكرهوه بتوع الفيزياء علشان انترستيلر، والنهاردة بيكرهوه بتوع التاريخ علشان ذا اوديسي. بس يعني بعيدا عن الموضوع ده وبعيدا عن الحب والكره، احنا قدام فيلم مبهر. وتاني انا بكرر كلمة مبهر دي علشان ممكن افلام كتير يكون عليها اجماع، ممكن افلام كتير تاخد تقييمات عالية، لكن ان فيلم يخلص في قاعة مليانة ما فيهاش كرسي فاضي ومع نهايته الناس كلها تفضل قاعدة في مكانها ومحدش فيهم يتحرك ولا ينطق بحرف واحد، ده بالنسبة لي افضل تعبير واكبر دليل على كلمة فيلم مبهر. الفيلم على مستوى القصة مش بيقدم حاجة جديدة، احنا بنتحرك في اطار الاوديسا اللي الاغلب عارفها، سواء عن طريق النص الاصلي والنص المكتوب او الافلام والمسلسلات والحاجات اللي اتعملت عليها طول السنين اللي فاتت. لكن الفيلم قرر ان هو ياخد منظور مختلف شوية. في رأيي الفيلم اتقسم لمجموعة من الرحلات، كل رحلة فيهم لأي شخصية او لمجموعة شخصيات كان فيها جزء كبير قوي من الصراع النفسي والداخلي قبل ما يكون صراع مع اي حاجة تانية. يعني عندنا مثلا رحلة جنود اوديسيوس، واللي عندهم استحقاقية كبيرة ومقتنعين ان هم ابطال، ان هم حققوا انتصار حربي عظيم، انتصار تاريخي، ولازم الكل يدفع لهم تمن الانتصار ده. لازم الكل يستقبلهم استقبال الفاتحين، لازم الكل يتغاضى عن اخطائهم في سبيل ان هم يرجعوا لاهاليهم. وعندنا رحلة بنيلوبي مرات اوديسيوس الجميلة والحكيمة، اللي ما كانتش عايزة اي حاجة من الدنيا غير انها تستنى جوزها، كانت مؤمنة بشكل كبير ان هو راجع برغم ان كل الادلة وكل الشواهد بتقول ان ده مش هيحصل، لكن بتصطدم بواقع سياسي قذر شوية، وبتكتشف ان محدش هيسيبها تستنى جوزها في سلام، ومحدش هيسيبها تحتفظ بالعرش بتاعه فاضي لحين رجوعه. وكمان عندنا رحلة ابن اوديسيوس، الابن اللي ما شافش والده قبل كده، وكل معرفته بيه هو عن طريق الأغاني اللي بتتقال عن أمجاده وانتصاراته، عايش في ظله طول الوقت من غير ما يكون حاسس إنه هو قادر إنه هو يملى مكانه، وحتى لو هو حس ده مفيش حد حواليه سامح له بده
ولا بيديله التقدير الكافي. بيحاول طول الوقت يملى مكان اكبر منه بكتير قوي، مش عارف يملاه ازاي. بيحاول على قد ما يقدر، لكن تقريبا كل محاولاته بتبوء بالفشل. وطبعا عندنا رحلة اوديسيوس نفسه، الرحلة اللي بتبروز كل حاجة في الفيلم وكل حاجة نولان عايز يقولها، الرحلة اللي بتميز الفيلم ده عن اي فيلم تاني اتكلم عن الاوديسا. علشان اوديسيوس، وعلى عكس المعروف يعني، هو هنا مش مجرد بطل منتصر حاسس بالفخر من اللي هو عمله، بالعكس تماما، ده محمل باحساس كبير جدا بالذنب، احساس نشأ عنده من لحظة اقتحام طروادة، وفضل يكبر معاه طول الطريق، طول 20 سنة بيحاول يرجع فيها لأهله، علشان في الآخر نوصل لواحد من أفضل وأعظم مشاهد الفيلم، اللي بيعترف فيها بمنتهى الصراحة، وبيطلع كل اللي في قلبه، وبيقول إن ده ما كانش انتصار، ودي ما كانتش خطة، ودي ما كانتش ذكاء أو حنكة حربية، بالعكس دي كانت خسة وخيانة وخداع. منظور ادى للشخصية نفسها عمق كبير جدا، واداها شكل مختلف، وخلى الفيلم بالنسبة لي مكانته تزيد بشكل كبير جدا. والاعتراف ده بيجي في وقت بعد ما شفنا طول الفيلم ترسيخ لمبدأ قانون زوس، القانون اللي على أساسه المفروض الغرباء والضيوف يعاملوا معاملة كريمة، يعاملوا بنفس معاملة أهل البيت. وطول الوقت كنا شايفين بعينينا تدنيس القانون ده، وطول الوقت كنا شايفين إزاي إن القانون ده بدأوا يتخلوا عنه خطوة بخطوة، لحد ما وصلنا في الآخر لدرجة عدم الاعتراف بيه تماما. وأوديسيوس شايف إن الخطة بتاعته كانت السبب، أو الخطوة الأولى في تدنيس القانون ده، في تدنيس واحد من أهم قوانين الحضارة بتاعته. وزي ما كنا بنسمع ونشوف طول الفيلم رعب وهلع كل الناس من The People from the Sea، وقد إيه إنهم قادرين يهدموا الحضارة اليونانية كلها، إلا إننا بنكتشف في الآخر إن The People from the Sea مش جيوش ومش أساطيل، بالعكس ده هي مجرد فكرة صغيرة سببت أو هتسبب في انهيار حضارة بأكملها. طيب نتكلم شوية بقى عن الكاست وعن الممثلين وعن هو ليه اختار لا لا لا، مش هنتكلم في الموضوع من المنظور ده خالص، علشان في الآخر وبالنسبة لي الموضوع ده ما كانش مؤثر بأي شكل من الأشكال. في الآخر مخرج شاف حاجة معينة وقرر عليها اختياراته، وأنا بالنسبة لي بحكم على اللي أنا شفته بس. بلاش نكبر المواضيع قوي في الموضوع ده، وخلينا نتكلم في المهم. مات ديمون اللي عمله في الفيلم ده حقيقة مش جديد، ومش حاجة غريبة ولا حاجة أنا مستغربها، بالعكس أتمنى 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 إن فيلم زي ده بالحجم ده مع مخرج كبير زي ده تكون في الآخر شهادة اعتراف بموهبة مات ديمون العظيمة. مات ديمون في الفيلم ده اداني كل حاجة أنا كنت مستنيها من أوديسيوس، من أوديسيوس النسخة دي، مشاعر الألم والحزن والذنب اللي كان شايلها طول الوقت، لكن في نفس الوقت هو ما تخلاش أبدا عن إحساس وهيئة وتصرف القائد الذكي الشجاع اللي عنده مسؤولية تجاه جنوده وتجاه عيلته. ميكس كده متهيألي ما كانش حد هيعرف يعمله أحسن من مات ديمون. مشاهد كتيرة قوي قوي تفوق فيها مات ديمون على نفسه، زي مشهد مثلا الحريات وأغنيتهم، والمشهد الأخير اللي فيه الاعتراف اللي أنا كنت بتكلم عنه من شوية مع مراته بينيلوبي أو آن هاثاوي، اللي بالنسبة لي قدمت أداء عظيم، أداء راسي وراكز ومليان خبرة، بتعكس مشاعر مضطربة جدا لازم تكون ثابتة وهادية خارجيا، برغم كل الخوف والرعب والقلق اللي هي شايلاهم جواها. دور ممتاز جدا جدا جدا، وأداء هفضل فاكره لفترة طويلة قوي لآن هاثاوي. طيب شوية الأدوار بقى اللي كان فيها مشاكل أو الناس كتير بتتكلم عليها، انا شايف ان توم هولاند عمل دور كويس جدا، شايف ان الدور لايق عليه وصفات الشخصيه لايقه جدا عليه، واي حد فكر في توم هولاند وهو بيشغل على الفيلم ده في الاول بصراحه معاه حق، واللي انا شفته منه في النهايه ممتاز. انا بحب توم هولاند وفاهم وعارف ان في ناس كتير ما بتحبوش، لكن بصراحه مش فاهم ليه وجهه الكره ضده او ضد موهبته. الولد موهوب وقدم دور حلو قوي قوي قوي. ومراته كمان على فكره زندايا موهوبه وشاطره
ودورها كان جميل برغم ان هو قصير وبأقل كلمات، متهيألي ما اتكلمتش اصلا. عملت دور حلو قوي، والربط بتاع الشخصية اللي احنا كنا عارفينها عنها طول الفيلم مع اخر مشهد في الفيلم من غير حرق اتعمل حلو قوي، وتأثيره بقى اكبر، وحجم الشخصية كبر بشكل كبير قوي 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 مع نهاية الفيلم. كل دول بقى كوم، لكن الحقيقة السؤال الأهم اللي احنا المفروض نسأله هو الأستاذ باتنسون بيعمل كل ده ازاي؟ ازاي دور بعد دور بيثبت نفسه بالشكل ده؟ ازاي مشهد بعد مشهد بيورينا حاجات احنا ما كناش عارفين اصلا انها موجودة عنه؟ رحلة باتنسون ومشواره التمثيلي حاجة هتستحق الدراسة بعد عمر طويل. أداء مبهر، تفاصيل صغيرة قوي كده لو خدتوا بالكم منها، تعبيرات وشه وهو بيتكلم وهو بيضحك وهو بيسمع وهو بيتصرف، حاجة عظيمة. الراجل ده هيكتب على جناني، مش ممكن، رهيب. This is a household waiting for master. I want you to choose me. Ithaca's king is coming back. No, he's not. طيب نقول مرة كمان، فيلم مبهر، فيلم مبهر على كل المستويات، على مستوى السينماتوجرافي والموسيقى التصويرية والأداءات التمثيلية. فيلم قدم لي حاجات كتيرة جدا، حاجات ممتعة قوي 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 قوي. أنا قبل الفيلم كنت بتكلم إن أنا نفسي أشوف كريستوفر نولان وهو بيعمل فيلم رعب، وفي الفيلم ده في تسلسلين 3 رعب صرف، حاجه كده توريك الراجل ده قادر يعمل ايه. الفيلم عموما فيه كذا جنرا ومجمع جنرز كتير قوي وكلهم معمولين حلو. فصول الفيلم كلها ممتعه، وبالذات قوي النص التاني منه. اداءات كتير قوي كانت ممتازه، وعلى اقل تقدير كانت جيده. ما اعتقدش ان في اي حد في الفيلم فصلني او اقدر اقول ان هو قدم حاجه سيئه. صحيح لسه اوبنهايمر تقديره عندي اكبر شويه، لكن الفيلم ده محتاج ان اتفرج عليه تاني وتالت ورابع، وانا متاكد مع كل مشاهده تقديري ليه هتزيد. فيلم ممتع جدا جدا جدا، وكان بالنسبه لي واحد من امتع التجارب اللي انا خدتها في السينما بشكل عام، مش بس علشان اللمه اللي احنا كنا فيها، لكن كمان علشان اللي شفته قدامي على شاشه السينما. تقييمي للفيلم وبس كده. عرفتوا ترتبوا افلام نولان، او يعني على الاقل عرفتوا تحطوا ذا اوديسي وسط افلامه مكانته فين؟ لو عرفتوا والموضوع بقى جاهز في دماغكم عرفوني في الكومنتات. لحد ما اشوفكم المره الجايه، سلام. اوديسيوس اللي كان شايف ان انت في ارض المعركه مش شرط انك تكون الاقوى او الاسرع، لكن لازم تكون الاذكى.